تعرف شنو أخطر مضاعفة ممكن تصير بقلع ضرس علوي؟ خليك وياي. خلك لا تجي سديت كل شي وياك، السيف كان بيدك فارق الرقبة. صار عنده فتحة ويا الجيب الأنفي. هذا قلع شفته هو يطلع من مكان الجرح دم وفقاعات. المريض يقول لك المي ينزل من خشمه. هنا أعرف إنه صار عنده اتصال ويا الساينس. شو نسوي بالحالة؟ إذا الفتحة صغيرة نسوي خياطة محكمة ومضاد حيوي زي التعليمات، وأهم شي ما ينفخ من خشمه ولا يعطى سفامة مسدود ولا يشرب سترو. إذا كبيرة نسوي فلاب جراحي حتى نغلقها مضبوط، لأن إذا أهملناها تتحول لمنشور مزمن ويتعب المريض هواي. وهسه صار لازم نفكر بكت الخياط لأن كلش مهم. مو انا اللي ظل محروق نص قلبه، ومو انا اللي تقول عليه عفته وصرت ما رغبه، وحقك انا نفس اللي كنت تبكي عليه، وبعدها حكايته من تنحكي صعبه، وبعدنا مقرر فراقك لحد ما اموت، ومن هسه الدمع من عينك تشربه، وتكسير الاصابع والقلق والخوف والشهقل بصدر بنفسك تجربه، واذا رديت لي ما تلقى ذاك كان، إذا رديت لي ما تلقى ذاك كان اللي يغني على السفر واثنيننا بغربة، وخلك لا تجي ولك خلك لا تجي سديت كل شي وياك، السيف كان بيدك فارق الرقبة.